تعالى يا صاحبي اقول لك عملت التصميم دوت ازاي. بس الاول ما تنساش تصلي على النبي، تدعي لامواتنا وشهدائنا بالرحمه. اول حاجه المثل اللي احنا عاوزين 4000 في 3000، وبعد كده دخلت على البراد، خدت نقطه فتحه، وبعد كده جبت كمان كبرتهم، جبت بعد كده الشكل اللي احنا هنشتغل بيها الثلاث تليفونات دول، الخلفيه بتاعتهم، وظبطت الالوان. هم طبعا بيكونوا لايرات، كل لايره متقسمه لوحدها مع بعض، كل لايره مع بعضها. فتحنا الفوتوشوب وبعد كده بدأنا نسحبهم صوره او شكل يعني، عشان ايه مع التصميم بتاعنا ونظبطهم. خليت كل اتنين مع بعض في اتجاه واحد يبقوا على تليفون، والاخير ده قمت واخد نسخه تانية. حسيت بعد كده ان شكل الشادو اللي تحتهم دوت مش حلو، فقعدت امسحه من كل واحده تاني، افتح برنامج الاستريتور وامسح من كل واحده. وبعد كده قعدنا نظبط الابعاد بتاعتهم على التليفون عشان تحس بواقعيه شويه فيهم، نظبط المقاسات والاطوال والابعاد وكده زي ما انت شايف يعني. جبنا بعد كده الاشخاص اللي هم الابطال اللي معانا في الصوره يعني، التصميم شكل البنت اللي هي شغاله ميكانيكي ديت، حسنا شكلها عن طريق الشانل طبعا، وبعد كده حسنا ان هي درجه الاضاءه بتاعتها عاليه، فرحنا خففناها شويه. جبنا شكل الواد برضو اللي بيكلم خدمه العملاء، ونفس الكلام برضو بالشانل حسناه، وبعد كده حطيناه في التصميم. بعد كده قررت اغير الالوان اللي هي بتاعت الخلفيه بتاعت التليفون، لان هي مش مناسبه للتصميم، وكان في دماغي اعمل التصميم الخلفيه بتاعته حمراء، وبعد كده قلت اغيرها الازرق وبس. دخلت بعد كده على فريبك عشان اجيب شكل احطه بقى في الخلفيه، بس اللي كان المشكله قدامي خدت ال10 تصاميم اللي هم بتوع الفريبك، فما ينفعش ان انا اخد تاني غيرهم. فعلى طول اخدت سكرين شوت للتصميم اللي انا عاوزه، وقمت واخده على موقع ياندكس، وقمت منزله، بس نزل معايا زي ما انا عاوز. عملت له طبعا مود مالتيبلاي، عملت منه كذا نسخه، ظبطتهم معايا زي ما انا عاوز. ظبطت التصميم بعد كده يعني، عملت الشكل دوت ونقلته على الثلاث تليفونات عشان يدي معايا نفس المايل اللي انا عاوزها، او نفس درجه اللون اللي انا عاوزه يعني. دخلت بعد كده على الاستريتور وجبت الاشكال اللي انا كنت بظبطها ديت، كنت منزلها قبل كده، خدت منها كام شكل انا عاوزهم ومسحت الباقي. كل الشكل من الموجودين دول نسحبه قدامنا، نحطه على الترابيزه، وبعد كده نعمل له دوبليكيت، ندخل على البلندنج اوبشن، نعمل النسخه الثانيه اللي احنا خدناها منه لونها اسود، وبعد كده نعمل لها زي جازيان بلور عشان يدينا زي شادو خفيف ليها كده. قررنا العمليه اكتر من مره في الحاجه كلها يعني، عشان يبقى كله نفس الستايل يعني. ندخل بعد كده على الستريتور ونجيب كام شكل كده نحطهم حوالين التصميم، الشكل اللي هو المخروط دون، او مثلا الشكل اللي هو بتاع الشكمان ده، والحاجه اللي هي الخاصه بادوات اللي هي السنه بتاع السيارات يعني وكده، وتظبطهم بقى بالطريقه اللي تعجبك، وترسمهم بالطريقه اللي تناسبك او اللي انت شايفها مناسبه للتصميم بتاعك يعني وكده. بس نكتب بعد كده بقى الكلمه اللي احنا عاوزينها معانا، عربيتك هتبقى في امان. كلمة ما احنا عملنا دوبليكيت لاير ليها، وبعد كده قصينا الحتة الأخيرة في حرف الألف وطولناها شوية بالبين تول، ورحنا رسمنا شكل كده زي العالم كده بيرفرف يعني بالبرش. بعد كده قلنا مدينه درجة سنة غمقان سيكة كده، وبعد كده دخلنا كتبنا الكلمة ديت عربيتك في أمان، وظبطنا الأبعاد بتاعتها وحطيناها جوه العلم. خدنا درجة تانية منه أو طبقة تانية منه يعني، وعملناها زي شادو ليه كده، الطريقة اللي قدامك ديت. دخلنا على الكلمة عملنا لها شادو بسيط، وبعد كده قمنا عاملينه سكرين أو مالتي برايت. دخلنا على كلمة معانا وقمنا عاملين لها زي برش خفيف كده، وقللنا الوسط بتاعه عشان ادانا المنظر اللي قدامنا دوت. وعملنا النسخة الأولانية ليها عملناها زي شادو ليها، عن طريق إن احنا رجعناها لورا شوية، فادتنا بعد في الموضوع. جبنا بعد كده البرش اللي على شكل سحاب، ورحنا عملنا كام واحدة كده ورا الراجل والبنت، وجبنا بعد كده برش كده اللي هي السوفت برش ديت، وبعد كده عملنا كام درجة كده واحدة عشان تدينا زي لمعة في التصميم يعني. انا بنكتب الكلمة اللي هي الخاصة بخدمة العملاء اللي هتوصل معنا. هنجيب كمان الشكل اللي هو بتاع الاتصال دوت عشان نتصل بخدمة العملاء. وبس كده التصميم بالنسبة لي خلص. بعد ما حفظنا التصميم نفتح الموك اب اللي هنعرض فيه التصميم، ونحط التصميم فيه ونعمل له حفظ ونغير الالوان بتاعته. بس يا عم ده اللي هنوريه للزبون وكده يعني. طيب لو وصلت الفيديو لحد الاخر احب اعرفك بنفسي، انا محمد يوسف، مصمم جرافيك من مصر. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر ممكن تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. افرح لو سبت له كومنت حلو. وده وصلنا اخر الفيديو، ما تنساش تصلي على النبي في كومنت وتدعي لامواتنا بالرحمه. يلا سلام يا صاحبي.